أما بخصوص الشيخ نور الدين وفقه الله، فالذي أعلمه وأشهد به في الدنيا والآخرة أنه ألزم الناس وأعلم الطلبة بالشيخ فركوس حفظه الله، وملازمته للشيخ ليست وليدة اليوم. فالذي أتذكره أنه تعدى 25 سنة أو أكثر من ربع قرن وهو ملازم للشيخ فركوس حفظه الله، فهو أعلم الطلبة بالشيخ وبعلمه وبأخلاقه وبحاله وبأحواله وبدعوته. وما تأتيه من هذه الطعونات حسبه إن كانت من المخالفين فهذه تزكية، كما قال الشافعي لما سئل عن معرفة الحق من الباطل قال: اتبع سهام الباطل. وأنتم ترون هذا الباطل الذي ينطق به صعافقة الجزائر، ومن ذلك قولهم أنه حج هذا العام في درجة عالية جدا VIP، والله ما حج هذا العام، الشيخ نور الدين لم يحج هذا العام. وهذا يكفيه في أن الطعن يأتي من أهل الباطل. وأما إذا كان الطعن من أهل أو من الموافق فنوصيه هو أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يغلب حظوظ نفسه، وأن يتقي الله في أخيه. وإذا أراد أن يحصل مرتبة سواء عند الشيخ أو في الساحة فلا تكون بنصب الفخاخ والكيد واتهام الأبرياء بالباطل، وإنما تكون بالصدق والإخلاص والصبر والمصابرة والعلم والتعليم. فإذا علم الله عز وجل صدقك مكنك هذه الرتبة. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ الشيخ نور الدين، وأن يوفقه لكل خير، وأن يطيل عمر شيخه، وأن يقر عينه برؤيته عالما. وإذا ذكر رحم العلم فأول ما يدخل في أبوة الشيخ فركوس هو الشيخ نور الدين. لا نريد جزاء ولا شكورا من هذه الشهادة. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. نعم، تفضل.